لوز. ليه بتصعبوها علينا يا جماعة؟ بجد ليه؟ 5000 مرحلة علشان تغسل شعرها، يعني 5000 روتين علشان تخش تنام. ليه؟ انا كنت فاكرة ان الموضوع زيت شامبو وحبة زيت وخلاص، والله العظيم طلع حاجات كتير قوي. يعني بصي دي سابة حاجة تامن حاجة ما شاء الله، شامبو بقى وشاور وحمام جل وحمام كريم وسيرم ليه؟ ليه يا جماعة؟ والله العظيم في احلى من الطبيعة، مفيش احلى من الشعر الطبيعي. يلا بينا نشوف الفيديو ده، بس قبل حاجه متنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده وتقولوا لي بتتابعوني منين، انا بعرف انتوا منين، وكمان هتلاقوا الفيديو ده كامل على القناه. دلوقتي بقى دخلت في مرحله ايه؟ وشها يعني ركعتين قيام ليل وشك هينور، والله العظيم ركعتين قيام ليل هتلاقي وشك منور وبصي مورد كده والدنيا تمام. كل ده ملوش لازمه، انا شايفه ان هو ملوش، هو تضييع وقت وخلاص. بصراحه يعني بصراحه انا نفسي اجيب كل حاجات السكين كير، كل حاجات الشعر. يا جماعه انا بهزر، يعني انا كل ده بهزر، يعني والله لازم بجد النظافه حلوه جدا. احساس انا كفايه بس ان انا ارش بازي سبلاش قبل ما اخش انام، يعني دي لوحدها كفايه تبقى اللي هو انت تحسي ان انت كده نايمه في الجنه، حاجه حلوه قوي. بصوا بقى بتعمل ضوافرها، الحاجه الوحيده اللي نفسي بجد اهتم بيها هي ضوافري وايدي، بس طبعا احنا كبنات ستات بيوت فبنغسل مواعين كتير، مش هينفع ان احنا يعني هعمل فيديو والله واقوم اغسل مواعين دلوقتي. فهم الناس دي ما بيشيلوش هم بقى مواعين بقى وطبخ وحاجات دي كلها. تحط بقى ايديها في كذا حاجه. بصوا انا عايز اقولك انا هعمل ده لما اكون عروسه، يعني ما بالك بقى يعني انتي كل شويه بتعمليه، يعني ما بتزهقيش؟ طيب يا ما شاء الله، وسيرم لعينيها وسيرم لوشها وسيرم لضوافرها وسيرم لكل حاجه. والحاجات دي انا ما كنتش فاكره ان هي بتتغسل، والله العظيم يعني انا خدت الصدمه اللي هو ايه ده، انا خدت الصدمه دول بيتغسلوا ازاي، انا ما اعرفش، مش فاكره ان هم بيتغسلوا خالص. يعني الفرش يعني الفرش تتغسل طبعا وكل شويه نغسلها مكان الميك اب وكده، لكن القفاشات بتاعت الشعر وكده التوج دي ما كنتش فاكره ان هي بتتغسل، ان هي كده كده اصلا مش بتتبهدل، يعني هي بتكون في شعري، فانا اكيد مش بعمل شعري في الرمله والتراب يعني، فهتتبهدل منين؟ والسبونشات والبادي اسمها ايه، البيوتي بلندر والحاجات دي طبعا لازم تتغسل، يعني دي اساسي، دي اكتر حاجه انا بحب اغسلها، متعه كده متعه. الشباب محرومين من حاجات كتير قوي، احساسهم حلو. هي بصوا بقى، بصوا الميه بقت عامله ازاي، على فكره انتي مش منضفاهم كويس، اسمعي مني، لسه عايزين ينضفوا، مش حساهم. تحطيهم تغسل الفرش دي كمان، الفرش دي يعني تنضف من الشعر اكيد طبعا وتتغسل وبصوا هي بينقعوها. طب والله العظيم انتوا ناس جدعه،